وداعا يوسف شعبان الفتى الوسيم الذي تزوج 4 مرات وأحبه المصريون بسبب محسن ممتاز، وهذا سبب رفضه التمثيل مع محمد رمضان. في البداية هنقول يوسف شعبان من مواليد شبرا، رفضت أسرته الالتحاق بكلية الفنون الجميلة رغم براءته في الرسم، وأجبرته على الانتساب لكلية الحقوق. أثناء ما هو في الكلية اتعرف على الفنان كرم مطاوع وتغير مستقبلهما تماما. يوسف شعبان تزوج 4 مرات، الأولى نادية إسماعيل، وشيرين ابنة الأميرة فوزية بنت فؤاد الأول أخت الملك فاروق. وكشف يوسف شعبان أن عبد الحليم حافظ كان يرفض مشاركته في معبودة الجماهير خوفا من موهبته. يوسف شعبان تزوج أيضا من الفنانة ليلى طاهر وسهام فتحي، وأخيرا من إيمان الشريعان. كمان نفى يوسف شعبان الشائعات اللي انتشرت حول زواجه من الفنانة الراحلة صباح. وفاز يوسف شعبان بمقعد نقيب الممثلين دورتين من سنة 1997 حتى سنة 2003. وقال يوسف شعبان عن دوره في رأفت الهجان: رغم اعتزازي بهذا الدور فكرت في الاعتذار عن الاستمرار في المسلسل وعدم المشاركة في الجزء الثاني منه. مؤلف العمل صالح مرسي حول البطل إلى رجل كل همه حياته النساء والغراميات، وهذا أمر لم يعجبني، وصفوت الشريف أقنعنا بالاستمرار. تحدث كمان يوسف شعبان عن دور الرسام الشاذ جنسيا الذي جسده في فيلم حمام الملاطيلي، مؤكدا أن هذا الدور لن يموت على الإطلاق وسيظل حيا ما بقيت السينما. قال يوسف شعبان انه لا يمكن ان يشارك الفنان محمد رمضان في اي عمل فني، لان الفنان الحقيقي لا يتطاول على زملائه ويحترم مشاهديه. حصل يوسف شعبان على الدكتوراه الفخرية من كامبريدج، وبتظل أعمال الفنان الكبير يوسف شعبان راسخة في وجدان محبيه إذا كان في السينما أو الدراما التلفزيونية، وأدوار بارزة جدا أبرزها طبعا في المسلسلات المال والبنون.